في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اهم الاخطاء اللي انت لازم تتجنبها وانت بتعمل السي في، ولو ما شفتوش هتلاقي اللينك تحت الفيديو. السي في هو اول خطوه اللي هيوضح انت جاهز للشغلانه دي ولا لا. حاجتين مهمين سواء هتقدم في المجال الصناعي او المجال الانشائي، لازم السي في بتاعك يوضح النقطتين دولت. اول نقطه وهي هل انت فعلا فاهم الشغلانه كويس ودارسها، وتاني نقطه وهي ان انت جاهز تشتغل من اول يوم. انا مصطفى راشد، تابع معايا الفيديو لحد الاخر عشان تخلي السي في بتاعك يكون سبب في اول شغلانه ليك. لو حضرتك او حضرتك مهتمين بالمجال الصناعي فالمثال ده مهم جدا ليكم. اهتمامك بالمجال الصناعي ده معناه ان انت هتقدم على مصانع شيت ميتال. طبعا في حاجات تانية كتير، ولكن بحكم ان ده اكتر حاجة انتشارا في مصر والوطن العربي، فاول حاجة لازم تخلي بالك منها هو ان انت مش بتبين انك فاهم ادوات وخلاص، لا ده في مشروع حقيقي انت اشتغلت عليه وكمان فاهم الاوبريشنز المتعلقة بالشيت ميتال، زي مثلا عمليات التقطيع والتناية واللحام والتجميع والجلفنة والدهان. كل الاوبريشنز دي لازم تكون ملم بيها ولازم تكون واضحه في السي في. مش بس كده، لازم تكون فاهم رسومات تصنيع، فاهم يعني ايه دي اكس اف، فاهم يعني ايه نستنج، وايه اهميه المرحله دي وعلاقتها برسومات التصنيع ايه. ولا شك كمان ان في السي في لازم توضح ان انت فاهم العوامل اللي بتاثر على كل الاوبريشنز دي. طبعا انا عارف دلوقتي ان انت في سؤال بيدور جواك، هو انا لسه فريش جراد ومفروض ازاي اكون عارف كل الحاجات دي. بس خليني اقول لك ان انت مش لازم تكون ملم بيها ب 100%، لكن في حاجات كتيره تقدر تساعدك في الكلام ده. في دورات، في كورسات، تقدر تسال حد عنده خبره في الموضوع قبل ما تروح الانترفيو. وبالمناسبه لو انت اول مره تشوف الفيديو ده، ففي دوره انا بقدمها على منصه اوتروجا، وهي عمل مشروع شيت ميتال كامل باستخدام السوليد ووركس. كل اللي عليك تعمله هتلاقي فيه لينك موجود تحت الفيديو، هتدوس عليه هيوصلك على السيلز بيج، وبعد كده هتلاقي في حد يتواصل معاك عشان يعرفك كل التفاصيل. الخلاصه لو انت كنت بتقدم في مجال الشيت ميتال، كل اللي انت محتاج توضحه في السي في ان انت فاهم المدخلات والمخرجات لاي مشروع شيت ميتال. الكلام ده لازم يوضح في السي في بتاعك. لازم تخلي السي في بتاعك يثبت ان انت مش هتستنى شهور او مش محتاج فتره كبيره عشان تتعلم. عشان كده السي في لازم يوضح ان انت اتدربت في مكان معين ليه علاقه بالمجال اللي انت بتقدم فيه، وهو مصنع شيت ميتال. خدت تدريب فيه، شفت الرسومات التصنيع، شفت الاوبريشنز، مريت على الحاجات دي كلها في بعض المشاريع اشتغلت عليها، او حتى الدورات والكورسات اللي انت قدمت عليها وخدتها. كل الحاجات دي لازم توضح في السي في عشان تغطي النقطه دي بشكل واضح. وطبعا السي في بتاعك ما ينفعش يكون خالي من بعض المصطلحات المهمه جدا في المجال، زي مثلا البيل اوف ماتيريال، حاجات متعلقه بالسبلاي تشين، حاجات متعلقه بالكواليتي والبرودكشن، عشان بس يدي انطباع ان انت فاهم اطراف المشروع اللي شغاله معاك في شيت ميتال. وطبعا تكون كاتبها وانت فاهم كل حاجه عنها اشتغلت فيها قبل كده، لان طبعا مش طبيعي ان انت تكتب حاجه في السي في وانت ما اشتغلتش فيها، لان الموضوع ده هيبقى محرج جدا ليك في الانترفيو. خد بالك انا بدي لك الخطوط العريضه اللي تعرف تعمل بيها السي في، لكن طبعا في تفاصيل كتيره قوي هتبدا ان انت تجهزها في السي في بتاعك، وعشان كده انا بدي لك اوبشن ان انت تقدر تبعت لي السي في بتاعك لو حابب ان انا اعمل لك ريفيو عليه وادي لك بعض الملاحظات. اما بقى لو انت مهتم بالمجال الانشائي، فبالتالي حضرتك او حضرتك هتقدمه في مجال الام اي بي. الام اي بي باختصار كده هي ميكانيكال الكتريكال بلمبنج، وده طبعا حاجه قويه جدا في المجال الانشائي. تعال بقى اقول لك ازاي تطبق نفس النقطتين اللي اتكلمنا عنهم في المجال الصناعي، هو ان انت تكون فاهم الشغلانه كويس وفي نفس الوقت جاهز تشتغل من اول يوم. كل اللي انت محتاج توضحه في السي في اولا كده ان انت فاهم مراحل المشروع، يعني من بدايه التصميم وبعد كده التنفيذ، وبعد كده في شوب دروينج واسبلت، ونهايه بالفاسيلتي مانجمنت. وبرضه لازم تبين ان انت فاهم المدخلات والمخرجات المتعلقه بمشروع ام اي بي كامل، وده معناه ان انت طبقت على الكلام ده في دوره او كورس او في تدريب في مكتب فني ايا كان، لكن لازم ده يوضح في السي في. ولا شك ان انت لازم تضيف في السي في بتاعك مصطلحات كده مهمه زي البي اي ام اكسكيوشن بلان، زي الكوردينيشن والورك شيرنج. المصطلحات دي بتبين للاتش ار ان انت فاهم الحاجات المتعلقه بمشروع ام اي بي. اما بقى بالنسبه للنقطه الثانيه ان انت جاهز للشغل من اول يوم، وده مش هيبان الا لما تكون كاتب في السي في ان انت طبقت على مشروع كامل. زي ما وضحت لك كده انا بدي لك خطوط عريضه، كل اللي عليك تعمله ان انت تبدا تظبط السي في بناء على النقطتين اللي وضحتهم لك في الفيديو. ساعتها هتقدر تقدم في المجال الانشائي والمجال الصناعي بشكل كويس قوي، والسي في بتاعك هيوضح كل الحاجات اللي انت اتعلمتها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد، واستناني في المحاضره اللي جايه.